يعني دايما بشوفها دايما الرجاله اللي بيوصلوا في الحته دي، خلاص اوكي بلاش نبقى حبايب، خلينا صحاب. ما في إشي اسمه صحاب من بعد الحب. وحياتك ما في إشي اسمه صحاب من عايزه بعد اتكلم في الحب. الجزئيه دي لان انا شفت حالات كتير يقعد يتكلم يقول لها احنا كنا بنحب بعض وما حصلش نصيب، بس احنا دلوقتي تعبانين، انا تعبان وانتي تعبانه ومش عارفين نرتبط، وفي نفس الوقت احنا في مرحله مؤلمه، تعالي ناخد لها مصطلح احنا نبقى اصحاب. هذا المصطلح بفيد طرف من الطرفين. مين الطرف اللي بيستفيد؟ اللي طلب طبعا، اللي طلب، اللي ما حب اصلا. يعني لما الاقي حد يقول لي كده اعرف انه ما بيحبنيش. لا طبعا. شوفي اقول لك، هلا عندك فكره صداقه والحب، بتبلش صداقه بعدين تقلب حب. فعليا في طرف بحب فعلا، الطرف الثاني اللي طلب انه نرجع اصدقاء هذا ما حب. يعني افهموا بقى يا جماعه، اي حد يقول لك احنا نبقى اصحاب اعرف ان ده كان كذاب من البدايه. اوكي رجعنا، لا ممكن حس لحظيا بمشاعر معينه، فكر حاله حب الاهتمام بطريقه انه هاي بطلت صديقتي صارت حبيبه. اوكي حس بمرحله معينه انه هو ما عم بحب، حس انه خلص انا ما عم بقدر اشوفها اكثر من صديقه، وبده يحافظ على الاهتمام يضل موجود.